السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني يا أحلى أخوات في الدنيا، وحشتوني جدا جدا جدا. يلا بينا كده نبتدي فيديو جديد مع يوم مرهق جدا، مع انه مقمتش من مكان بس تعبانة جدا. عملت حاجات كتير امبارح، مش قادرة افوق، بس انا قلت إيه بقى. لازم أنا اقوم اعمل حاجة بقى تتشرب كده تفوق. عملت كوباية قهوة زي ما انتم شايفين كده. وايه بقى الساعة 3:30 وانا لسه معملتش اي اكل. وجوزي بيجي الساعة 5:30 6 كده بكتير. تمام، ده لو اخر بقى ده موضوع تاني خالص، بيجي بالليل خالص. بس هو النهاردة جاي بدري، يعني اخره كده الساعة 6. ده لو وصل ل6. فانا قمت بقى ايه، قلت اعمل حاجة تفوقني علشان اقدر اتحرك وافوق ما نمش. عملت فنجان القهوة دوت. ويلا نبتدي فيديو مع بعض كده ونشوف يومنا هيمشي ازاي، وهنلحق بقى نعمل الاكل قد الراجل ما يجي ولا مش هنلحق. هيجي طبعا جعان وجاي من الشغل بقى طول النهار ما كلوش، بيبقى يا دوب اتغدى ويجي جعان جدا. يا ترى هنلحق نعمل ولا مش هنلحق؟ يلا نبتدي الفيديو ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم. واول حاجه نبتديها في الفيديو هعمل لهم سلطه فواكه. انا قلت اعمل حاجه حلوه كده مع الاكل يعني وكده. فجيت انا ايه، قلت اسرع حاجه واسهل حاجه اللي انا اعمل فواكه، سلطه فواكه كده نقطعها على طول. ولو عملت كوبايه عصير او اي حاجه معاهم خلاص. بصوا بقى، هنا اول حاجه بنضفت فتحت الاناناسيه وغسلتها كويس. وهنسيبها ننضف بقى الفراولة بتاعتنا واحدة واحدة كده، غسلنا ومش سايبينها تنشف ومية مية. ننضف كده ونحط. ويلا صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى على الحبيب قلبك يطيب. لازم طبعا تعمل الأكل وجنبه حاجة يعني كده حلوة. تيجي طبعا بعد ما تاكلي بقى عايزين حاجة بتاع، بدل ما نشتري من بره او نجيب حاجة مش مغذية او مش نظيفة برضو، نعمل حاجة للولاد في البيت كويسة وتكون مفيدة، وبرضو ما نصرفش فيها كتير. سلطة الفواكه ديت مفيدة جدا جدا، وعند الأطفال بيحبوها خالص. اهوت زي ما انتوا شايفين كده بننضف الفراولة. ويا رب نخلص قبل ما يجي. الساعة بتعدي بسرعة، عن الساعة داخلة على 4:45 وانا لسه ما عملتش اي اكل. يا رب نخلص قبل ما يجي. كده انا نضفت طبق الفراولة. هنمسك بقى ايه، الاناناس بتاعنا هنقشرها كده. انا غسلها من جوه ونضفتها. انا مش عارفه هي ناشفه كده ليه، بس اهم حاجه ان هي مسكره. اهم حاجه ان هو يكون مسكر طعمه حلو، عشان طبعا نعرف ناكله ويبقى طعمه كويس. اهوت يا بنات زي ما انتم شايفين كده هنقشرها. وايه بقى، نقطع. وبعد ما نقطع نقشرها اول ونركنها. واقشر الموز كمان. يا رب نخلص يا رب. بصوا الجزء ده بيتقشر بسهولة شوية اهو. يلا صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى على الحبيب قلبك يطيب. وكل ما انت واقفة كده بتعملي حاجة تقول اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. الحاجة يبقى لها طعم كويس وتبقى كويسة يعني فيها بركة كده معاكي. وكده نضفت الأناناس بتاعنا اهوت. ونشيل بقى القشر بتاعه دوت في الزبالة على طول. خلي مكانك على طول نظيف. قشرت حاجة تاخدي القشر على الباسكت على طول. عملت حاجة اشطفها على طول. هتلاقي مطبخك نظيف وكويس ومية مية. وهنا طلعنا الموز اهوت. لان انت بقى لو سبت مثلا قشر الموز، بس التوأم ده يا جماعة انا حامل في توأم. وكنت على طول قبل ما نبقى حامل في توأم كنت هموت صراحة واجيب توأم. كنت بنقي الحاجات اللي هي التوأم كده، اللي هما اتنين مع بعض. بس الموز ده انا منقيتوش والله، هي جايه لوحدها كده. فانا مش هنفرقهم عن بعض ابدا، هنخليهم في طبق واحد. كل بقى ما بتنضفي حواليكي تقعدي بقى في الاخر كده مستريحه ومفيش اي حاجه في المطبخ ولا في الشقه وراكي. انما هتقولي اخلص وبعدين اغسل مواعين وبعدين اروق مطبخ وبعدين يومك مش هيخلص، ومش هتخلص اي حاجه من الحاجات ديت. تمام. وهتلاقي الدنيا مكركبه خالص عندك. انا لسه القهوه على فكره بشرب فيها. مستعجله وعايزه اخلص ومش عارفه. طبعا مسحين الرخامه بتاعتي كويس، انا مسحها ومنضفاه. بس هنشفها كده برضو تاني.
يكون عندك فوطة نظيفة كده، بعد ما تمسحي الرخامة بالمعطر او الحاجة بتاعة المضغ بتاعتك، تنشفي بيها بحيث ما يبقاش فيها ريحة ولا فيها اي حاجة. هنقطع كده الموز، نبتدي بسم الله، ونقطع الموز كده شرايح. طبعا انا عيالي جنني، بالذات مكة يا جماعة، مكة هتموتني ناقصة عمر. اما بتسكتش وما تبطلش محاربة. بصوا، نقطع كده سريع سريع علشان ايه، انا فعلا مستعجلة. وهنقطع الموز كده، كل ما نقطع جزئية نيجي منزلنا فين، في البولة بتاعتنا كده. بسم الله. انت عارفين لو الاقي حد ياخد العيال ديت طول النهار كده مدرسة ولا حضانة ولا اي حاجة، يبقى حلو قوي قوي، هيريحوني شوية على الاقل فترة الحمل دي. لان خلاص ما عادش قادرة. يلا صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلوا على حبيب قلبكم يطيب. يلا قومي كده وشطري كده، تعبانة بقى، مكسلة، زهقانة، اعملك اي مشروب كده، قهوة، نسكافيه. لو ما بتشربيش من منبهات والحاجات ديت، ممكن تشربي مثلا كوباية كاكاو. اعملي كوباية سحلب، بس اللي هيفوقك فعلا حرفيا هي كوباية القهوة. تمام، هتخليكي في مود تاني خالص. انا صراحة عملت معايا كده، بتظبط معايا. انا مش بشربه على طول، مش لان حامل وكده، مش هينفع ان انا اشربها على طول. يعني انا كل ممكن اسبوع مرة، يعني كل ما ببقى مرهقة بس كده، لان انا ساعات ببقى مرهقة، يعني مش عايزة اقوم من على السرير حرفيا، تعبانة. مش تعب بقى اللي هو حاجة بتوجعنا وحاجة لأ، عايزة اتم فردة ظهري، ومش عايزة اقوم خالص من على السرير، ومش قادرة ان انا اقوم اعمل اي حاجة، يعني عايزة اتم كده قاعدة مكسلة. فحرفيا كوباية القهوة وفنجان القهوة اللي بعمله بيفوق معايا. وحملي بقى انا جايب النوم شوية، يعني تعبني في النوم، فهو النوم عندي فظيع. خلاص انا هانت اهوت، وهنولد بقى ونطلعوا اتنين طبعا كده ايه، توائم، ونشوف الدنيا هتبقى ايه. هتمرمط قوي. بص انا قطعت اهوت ورجعت لكم، عشان بس مش عايزه اطول عليك الفيديو. اهو هنقلبها كويس قوي في بعضها كده. بسم الله. مكة كل شويه تجيب لي حاجه، ويا ماما دي، يا ماما دي اعمل بها ايه، يا ماما دي اشيلها فين. جنتني. هنحط السكر كده عليها بسم الله. كمية السكر طبعا انت بتحبيه بقى مسكر او مش مسكر براحتك. وهنشيله في التلاجة، بس بعد ما نقلبه تقليبة كويسة جدا، علشان السكر يخش في الفاكهة كلها كده زي ما انتم شايفين. هنقلب كويس جدا من تحت لفوق كده، وندخل السكر في كل واحدة فيهم، وهنشيله في التلاجة زي ما هو. مش هنحط مية، مش هنحط عصير، مش هنحط اي حاجة اضافية عليه الا بعد ساعتين كده ولا حاجة. يعني ممكن قبل ما نيجي ناكله كده ب10 دقايق، قبل ما نيجي ناكله ما فيش يعني. المهم نحطه في التلاجة هينزل ميته ويبقى طعمه تحفة. السمك بتاعي بقى انا غسلاه وسبته يفك من ساعتها، وغسلته كويس جدا. واهو بصوا بقى، انا هشويه. انا عامله الدقه ديت بقى، هنحشي بقى من الغشيش بتاعته كده، بيبقى بيخش في قلب السمك كده، طعمه بيبقى حلو قوي. الخلطه اللي انا عاملاها توم وفلفل او شطه حار بارد زي ما انت عايزه، ماشي، و... وكمون بس وشويه ملح. طبعا تظبط الملح قبل ما تحط في السمك، او زي ما انتم شايفين كده اهوت. بسم الله. نحشيه كده عشان بقى يبقى ايه، يخش في قلب السمكة من جوه، لان انا مش هفتحه ولا هحشيه. تمام، هحشيه بس هو يدوبك نغششه كده بس بره. بسم الله. نقعد شويه كده ونحط يعني احنا بنحط جوه كده ندعكها كده، بحيث ان هي توصل لايه، النغشيش كلها اهو، زي ما انتم شايفين كده. يا رب يكون واضح. خليك السمك طعمها في حتة تانية يعني. السمك ده مكناش من زمان خالص، وبرضه مكة هي اللي زنت عليها عايزة سمك، عايزة سمك، فانا جبت لها سمك. بسم الله. اهو بصوا، ونكون عاملين حسابنا بالزيادة في الخلطة، علشان لما نشويه ويطلع.
هتقولي هتشويه مقفول، هشويه مقفول زي ما هو كده. تمام. بطن السمكة متتفتحش. انا بشوي السمك وبحب السمك ده مشوي بالذات علشان مفتحش بطنه يا بنات، وعلشان بحبها جدا جدا. يعني انا ما اقلهوش، بس اشويه علشان ناكله كده، عشان ناكل البطن بتاعته. هسيبه بقى مع نفسه شويه كده، ونبتدي بقى ايه في عمايل السلطه. علشان انا جوزي اتصل بيا وبيقول لي انا داخل على البيت قدامي 10 دقايق بالظبط. هل بقى هو هيصبر لما الاكل يخلص ولا لا؟ دلوقتي الساعه 4:30 على فكره. انا حتى ما جابش الساعه 5. ده من حظي السيء. كل يوم بيجيني متاخر، ساعات يجيني 7 6، والله ساعات بيجي الساعه 11 بالليل. بس النهارده بقى إيه حظ كده. قطعنا كده خصاية ونقطع البصل الاخضر على فكرة بيبقى احسن من البصل التاني في السلطة. ومش بيبقى حراق وفي فايدة عن البصل التاني، جميل جدا. وغير كده ارخص من البصل التاني، حلو برضه يعني بيقضي الغرض، ومكانه موجود في السلطة. تمام كده. نقطع كده بسريع سريع. بسم الله. يلا صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي مش موجودة عندي في القناة تشترك معايا، تعمل تفعيل الجرس الكل، واشتركي وحط لايك وتعليق على الفيديو بأي حاجة انت عايزاها، انا تحت امرك. واي حاجة فيديو انت عايزاه اطلبيه وهعملهولك بإذن الله، ان شاء الله هعملهولك. وهنقطع بقى الطماطم كده زي ما انتم شايفين. بس عايزاك تشجعوني كده، انا والله العظيم ببقى مش قادرة وبصور لكم، بحيث ان انتوا تبقوا معايا في كل حاجة وفي كل خطوة، علشان انا بحبكم جدا جدا والله. وبحب يعني ان انا اصور معاكم كده ونحس ان ليا اخواتي يعني كده صراحة. تعبانة جدا والله. بسم الله. طبعا احنا غاسلين الخضار بتاعنا كويس جدا. اي حته خضرا في الطماطمية او شكلها مش كويس بنشيلها. تمام. شايفين مكة؟ اقول فيك إيه يا بنتي؟ حيرتني لما قالت يا بس. وادي باباها جه هو كمان. أنا لسه ما شوتش السمك، ما شوتش السمك. بس هو قال لي براحتك عادي، انا لسه قدامي شويه مش عايزه اكل دلوقتي. فانا فرحت جدا جدا. قلت الحمد لله مش هيستعجلني، ومش يلا يلا وهيجنني بقى. هو مش جعان الحمد لله، عشان جاي بدري بقى وكده. بيقول لسه يعني ايه متغديين. كده خلصنا السلطه بتاعتنا، بس كده نركنها بقى على جنب، وهنروح نشوي السمك. انا الرز عملته على فكره، وانا بعمل كده ساعه ما قال انا جاي ولحت عليه على طول وعملته. بصوا بقى هنا هنولع الفرن بتاعنا وهنشوف سخن ولا لا. نحط شويه رده زي ما شفتوا كده ونشوف. لو الرده اتلسعت على طول يبقى كده الفرن سخن جدا. بس زي ما انتوا شفتوا كده حطيت ما حصلهاش حاجه، يعني الفرن لسه هادي. انا رشيت شويه ميه على السمك كده علشان الرده تمسك فيه. تمام اهو. ترشوا كده على السمك في كل مكان عشان تبقى مشويه كويس زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله. انا بطبطب عليها كده علشان ما تنزلش من عليها. هنقلب بقى السمكة فوق كده عشان المية طبعا اللي في الصينية. كده كده الرضا هتشرب المية اللي في الصينية دي اصلا، مش هيبقى في مية دلوقتي. كده نتأكد ان كل حتة في السمكة فيها ردة وتمام، عشان ما تبقاش بيضة كده. ماشي اهو. معلش بقى لو التصوير هنا مش واضح، علشان انا اصلا بصور بايد وبشتغل بالايد التانية، والكيس بتاع الرد رزل قوي بيشبك في ايدي. كده فضلنا اشتغل اهوت، وحطيت اول واحدة. بسم الله. كده طبعا التتبيلة بتاعتنا عليه من بره برضو تحفة تحفة. في ناس بتفتح البطن بتاعته وبتعمل له خلطة. لو عايزين بقى اجيب لكم واعمل لكم الخلطة بتاعته وما فيش مشكلة. هو عجبهم جدا اصلا وعايزين منه تاني، بس طبعا مش الاسبوع ده ولا الاسبوع الجاي. عشان ما بحبش اكرر السمك كتير، لانه بيبقى زفر وبيخلي ريحة الشقة زفارة. كده كده الفرن في الشقة التانية، يعني مش في الشقة اللي انا قاعدة فيها، بس مش بحب ريحته صراحة بعد ما بخلص. غير كده مكة وتوب بيزهقوني بقى، اقعد انضف وبوظ هدومهم
وبنيلولي الدنيا. فما بحبش اجيب السمك كتير، لما يكبروا شويه بجيبهم كل يوم عادي. كده احنا حطينا في الفرن. قولولي بقى السعر السمك ده عندكم إيه وعرفوني كده، عشان مش عارفه. هي بتقولي ب95 جنيه، مش عارفه ليه يعني. السمك ده ما كانش عمره وصل لكده يعني. بصوا اهوت. لازم الفرن يا حبايبي يكون سخن على فكره، علشان ما يلزقش مننا. تمام. هنضف بقى الصينيه ديت عشان انا هطلع فيها واعمل فيها خلطه برضو. حاولي كده ما تهدريش في حاجات مواعين وحاجات كتير، علشان ما تتعبيش بقى انت نفسيا، لان انا تعبت من غسيل المواعين. بص بسم الله، انا طلعت اهوت وجيت. هو قال لي براها كل حاجه، بس انا صراحه كنت مستعجله. انا حطيت عليه ميه. انا مش عارفه هي كانت واقفه تقريبا. انا مفضيه الميه وليمون وكمون وحاجات، حطيت الخلطه بس مش عارفه فين. الكاميرا تقريبا كانت واقفه، لان شغلت التليفون في الستاند وسبته، بس ما اتكلش على التصوير، عشان كده عدى. بنحط الميه وبعصر ليمونه او 2 عليها، وبحط شويه ملح لو هو محتاج ملح. مش محتاج ملح خلاص. وبحط الخلطه اللي انا قلت لكم عليها، اللي انا حشيت بيها السمك. وهنا اهوت يبقى بيطرى كده في الميه شويه، وبنطلعه في طبق كده فرشين تحت خضره. وبنحط عليه بقى شطه حمرا كده، حراقه او بارده براحتك. الشطه اللي هي بتاعت المخلل احنا بنطحنها. تمام. وهنا الجزر اهوت انا بشراه وبحطه كده، بيدي شكل لذيذ جدا للسمك. هي حاجه بسيطه اهي وتخلي طبقنا حلو ويفتح النفس زي ما انتم شايفين كده. واهم حاجه ظبطي ملحك وانت بتعمليه. بسم الله. وده كان طبقنا وغدوتنا النهارده او عشان النهارده. بصوا بقى الفاكهه اهيت. بصوا ده اللي فيها ده عسلها، نزلت العسل كده لوحدي. لسه بقى احط ميه قبل ما يجي ناكل. تمام. هما دلوقتي هيتعشوا ومش هياكلوا بعد العشاء حاجه، بيستنوا شويه. بصوا طبق السمك اهو. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. جميل جدا، شكله كده يفتح النفس. ودي السلطه اهيت، مخلي اللفت. وده الرز بتاعنا. اغرف لهم طبقين كمان ولا طبق كمان، واحط لهم بقى يتعشوا بالف هنا والشفا. بصوا بزمكم يفتح النفس ولا لا. وطريقه السمك دي زي اللي ورا بالظبط، وهتدمنيها والله. لو في ناس بتقرف من بطنه كده، افتحيها واعملي الخلطه. خلطه سهله جدا. واعمليها وحشيه عادي وشويه برضو بالطريقه اللي وريتها لك، هيطلع تحفه. وده الفاكهه بتاعتنا اهيت. انا حطيت بقى فيها، مرضاش اقفل الفيديو غير اما اوريكم. اهي يا بنات، عايزه اقول لكم طعمها بقى تحفه. لما تسيبها تنزل هي ميتها زيت نفسها كده بالسكر، بتبقى جميله جدا. ديت انا زودتها ميه، بس حطيت لها سكر تاني عشان السكر كان شويه فيه. هنا بصوا الكاسات هتملاها. بسم الله. يلا بقى شجعوني بلايك كده وتعليق لاختكم، وشجعوني اللي اعمل لكم فيديوهات تاني. انا والله العظيم تعبانه وبعمل لكم الفيديوهات وبحب اصور معاكم جدا. وبحب اشارككم كل لحظه. اهو بسم الله. بصوا شكلها جميل جدا. ومش مكلفه برضو، ومش تاخدش وقت يعني. لو مستعجله زي ما انا كنت مستعجله كده هتنجزك. وحاجه يعني كويسه وطعمها حلو جدا للاولاد، مش هتاخد معاك وقت خالص. لو عندك بقى كريم شانتيه، تلف الكاسه من فوق كده وتحط عليها كريزيه من فوق او موزايه او اي حاجه من الفاكهه دي، هيبقى بصوا شكلها تحفه. تحفه بجد. ولو جايلك ضيوف برضه مش هتاخد معاكي وقت. ممكن ما تسيبهاش تتبل في التلاجة يعني، ولا تنزل سكر او اي حاجه. تحط السكر والميه على طول، وتسيبها 10 دقايق ربع ساعه، وتقدميها عبال ضيوفك ما يجولك ويقعدوك شويه. هتقدميها طعمها برضه بيبقى جامد جدا. بصوا جامده. يلا بقى متنسونيش بلايك واشتراك في القناه وفعل زر الجرس ليصلكوا كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم مكة من يومية كوكي. باي. هتوحشوني من هنا الفيديو الجاي.